يعني مصر ما هياش بلد عادي ولا دولة عادية ولا شعب عادي. ده خصوصية بالتأكيد لها مكانها. فأنا بشكركم على هذه المشاهدة الرائعة، وأنا بس كل اللي بأكده إنه كلنا قبلنا بمنطق إنه الشعب المصري قام بثورة عظيمة، وإن هو بيحاول يطور بلده ويغيرها، وإن هذه الثورة فتحت الباب للجميع يتشاركوا في وطن واحد، لكن بشروط أن يكون الوطن هو بذاتية مصر، بقيمة الدولة المصرية اللي هي الثابت الذي لا يتغير. لأن إحنا لما بنصور على أنظمة الحكم، لكن ما بنصورش على أصول الدولة. وهو ده اللي احنا بنقول انه يجب ان يصان وان يكون يعني قضية واضحة ومحددة، وان يكون في نفس الوقت هو المعيار اللي بنضيف عليه جديد، يبقى مرحلة جديدة في تاريخ الدولة المصرية اللي عمرها 7000 سنة. فقيم مصر وأسس مصر ما بتتغيرش، لكن احنا بنحاول ان احنا نخلق واقع افضل للشعب المصري. بنفكر في مستقبله من خلال العداله ومن خلال وطن عادل يقف على مسافه واحده من كل ابنائه، يحترم تنوعنا الفكري والثقافي وتعدديه الرؤيه، ويحترم ان احنا جميعنا شركاء في البناء، لكن لا احد يختطف الوطن ولا يختطف صوت الشعب المصري. سيادة المستشارة، حضرتك كنت في معرض كلامك بتقولي ان المصريين هيكونوا في مواجهة ده نتيجة تاريخهم، وانا بقول لحضرتك واكد ليكي، وانا يعني استاذ اقتصاد، ان مشاكل مصر الاقتصادية كفيلة بانها تكشف الاخوان، لان هم ما عندهمش لا رؤية ولا عندهم حلم ولا عندهم خطة لده. وانا اعتقد ان مصر داخله فعلا في، يعني انا ما كنتش اتمنى طبعا ده، لكن واضح ان الناس جايين، اسمحي لي، بيخبطوا الناس، بيقولوا اي كلام، يختزلوا قضايا ضخمة جدا في الإسلام هو الحل، مجرد كلمة دون أن يعني على الأقل يفرض مفردات هذا الحل هيكون إزاي. النهاردة حضرتك عاطف الشاطر طالع بيقول لا ما تعولوش على مشروع النهضة، مشروع النهضة كذا وكذا، يعني اللي بيقولوه بيتراجعوا عنه. أنا أعتقد أن ده أيضا كل هذه الأمور عندما يجد المواطن المصري أنهم لم يقدموا شيء، هنا هينكشف القناع. لكن تعرفي حضرتك أنا اللي بيقلقني الآتي، أنا بيقلقني إن مش عايز المواطن البسيط لما تفشل هذه التجربة يتصور أن الإسلام هو اللي فشل، وتهتز ثقة المواطنين في دينه، لأنه هو جاي بيختزل الدين، هو مش قادر يقول للناس، أو الناس مفترض تعرف أن دول جماعة من المسلمين وليسوا جماعة المسلمين جميعا. نعم هم طبعا فصيل. طبعا يعني حضرتك معاك كل حق دكتور. يعني احنا لازم نفرق بين الإسلام وهو حجة على الجميع، يبقى الإسلام حجة على الجميع والجميع ليس حجة على الإسلام. الإسلام هذا الدين العظيم اللي حرر الإنسانية وعتق العبيد وأطلق سراح الإنسان، لا يمكن يختزل في أي مجموعة أو جماعة. إنما دائما نخشى من إساءة التعبير عن هذا الدين العظيم من بعض التيارات المتشددة أو ذات الأهداف الخاصة اللي بتحاول تتحقق من خلال رفع هذا الشعار، وهو أخطر ما يمكن أن يصيب أي دين، أن يكون الفشل منسوبا لدين، وهو لن يحدث طبعا، لأن الشعب المصري شعب متدين بطبعه، ولا أحد يخترع لمصر إسلامها الآن. مصر إسلامها هو إسلام الأزهر الوسطي اللي كان رمانة الميزان في عالم مضطرب يسود التشدد في بعض الأحيان من اليمين واليسار. أنا لا أخشى على مصر بقدر ما يعني أخشى من مزيد من إهدار الوقت والجهد وربما الصراع. كنت أتمنى أن يكون الجميع على يعني شعور بالمسؤولية تجاه أن المراحل الانتقالية في حياة الشعوب هي مراحل بناء التوافق الوطني والاحتشاد الوطني. في تركيا كان هناك مرحلة ما قبل أردوغان، لو كنا احنا نذكر كان هناك مرحلة أردوغان، كان لديه نفس المنهج، نفس الحزب المغلق، حزب الرفاه، كان مناهض للدولة الحديثة وله موقف منها ويحاول أن يغيرها، فبقت تجربته بالفشل وخرج من الساحة السياسية
وحين اتى الحزب اللاحق عليه استوعب الدرس. فلما جاء أردوغان وبدأ تجربته بدأ بحراسة المشروع الوطني التركي والدولة العلمانية التركية، وهو الآن يجاهر بهذا في كل مكان، يقول أنا رئيس مسلم لدولة علمانية، بمعنى أنها دولة تقف على مسافة واحدة من كل أبنائها. هذا الدرس إحنا لسه في مصر ما عشناهوش، إحنا ما زلنا في المرحلة اللي كل يعني يعبر عن مشروعه وكأنه يرى انه هذه لحظة لاختطاف وطن. مصر افضل من ان تختطف. انا اشعر بهذا، واشعر بان كل يوم الوعي بيزيد لدى الناس، لانه ايا منا يمثل فصيل ومصر اكبر من كل الفصائل. ايا منا يمثل اغلبية لكنها اغلبية مؤقتة يمكن ان تتغير غدا. ومن يملك السلطة الان يمكن ان يفقدها غدا. فهذا الدرس سيتعلمه الجميع، وإن كنا يعني مر ببعض التضحية. اللي حضرتك ذكرتيه دلوقتي معلش يقودنا إلى محور آخر، وهو إن اللي موجود النهارده ممكن يتغير غدا. أنا خايف إنه ما نعرفش نغير غدا، لأن أنا حاسس إن هم موجودين يا دكتور يا سيادة المستشارة بيفككوا أواصر الدولة، بيقودوا حتى أعمدة الدولة. أديك شايفة حضرتك الدولة المصرية مستعصية على التفكيك والتقدير. المحكمة الدستورية يعني لابد إننا ننظر لها نظرة جيدة. الآن مكونات الدولة المصرية نفسها هي التي تحتشد للدفاع عن نفسها. حين حدث انتهاك لدولة القانون في أول قرار اتخذه الرئيس لعودة البرلمان المنحل بناء على حكم المحكمة الدستورية العليا، انتفضت دولة القانون بالكامل من أجل الدفاع عن حجية الأحكام القضائية وألزمت الجميع موقعه. هنا هذه معارك. يعني الآن مثلا محاولات تقييد حرية الصحافة، حرية الإعلام، حرية الكلمة، الإبداع، هناك يعني مقاومة من الأرض، لأنه هذه هي مكونات الدولة العريقة زي ما بقول. لما هيبقى في مواجهة مع أي محاولة لأخوانة الشرطة، أخوانة الجيش، أخوانة قضايا الأمن القومي المصري اللي بتعبر عنها الخارجية أو بيعبر عنها حركة المجتمع المصري، سيكون هناك مواجهة معها، لن تمر الأمور بهذا اليسر. وما حدث في سيناء أيضا حين يعني حدثت يعني هذه الفجيعة في رمضان، إنه يستشهد أبنائنا وهم يعني يحرسون الحدود بهذه البشاعة على يد جماعة تكفيرية من الجماعات التي تسمي نفسها الجهادية. ما الذي حدث؟ حدث احتشاد وطني وراء الجيش المصري لتطهير سيناء، وفي ذات الوقت كان اي حديث عن انه هناك انفاق اللي موجوده اللي بتشكل عالم سفلي غير مسيطر عليه واصبحت تهدد الامن القومي المصري. الان قضيه لكل مصري يعرف جيدا معنى الامن القومي في سيناء ان تغلق هذه الانفاق للابد، واي محاوله للتراجع عن هذا من السلطه القائمه في مصر ستواجه باحتشاد وطني ضدها. إذن المسائل هنا خرجت من مرحلة التبشير بأنه هناك يعني ربما خطر على الدولة المصرية، أو ربما يكون هناك خطر على أمن مصر القومي، لكن الناس هتعيش هذا في معارك يومية. وهذه المعارك اليومية أيضا سيكون عنوانها أنه الشعب المصري قام بثورة من أجل تغيير واقعه للأفضل، وبالتالي من لا يملك رؤية تغير المجتمع بمعايير للعدالة الاجتماعية، لعدالة توزيع الثروة الوطنية، لإعادة بناء الاقتصاد المصري بقوته الذاتية أولا مش بالشحات علينا. الشعب المصري يستحق شرف أن يكون لديه اقتصاد حقيقي، لأن مصر فيها اقتصاد، فيها مقاومات زراعة، فيها مقاومات صناعة، فيها سياحة، فيها إمكانيات طبيعية بلا حدود، فيها بشر وفيها إمكانيات بشرية بلا حدود. إذن هذه مقاومات اقتصاد حقيقي مش اقتصاد ريعي، وبالتالي فمصر مش هتستنى من حد إنه يجيب لنا قرض من البنك الدولي ويجيب لنا قرض من الصين. هذا ليس منهج. الثورة تنتظر منهج مختلف تماما، إعادة النظر في السياسات المطبقة، في النموذج التنموي المطبق، إعادة ترتيب أوضاع الثروة والسلطة في البلاد. من يفشل في هذا سيصيب الشعب المصري، وأنا أثق في هذا، لأنه عنوان هذه الثورة ليس هذا الاصطفاف المزيف، الاصطفاف الديني اصطفاف مزيف. نحن لم نقم بثورة لأن هناك مسلمين وهناك أقباط، وإنما قمنا بثورة من أجل مجتمع ووطن عادل. وهذا العدل سيكون حقوق دستورية إما تحترم
وإما لا تحترم فسيقصى من هو موجود في دائرة المسؤولية. لأنه الشعب المصري اتغير، والشعب المصري مش هيقبل إنه يعيش بالصدقة. للأسف الشديد التيارات الدينية بتقدم للمحتاجين الصدقة، لكن الوطنيين المصريين عايزين يقدموها لهم حقوق دستورية. هذا هو الفارق بين المشروعين. أحسنتي يا سيادة المستشارة، أحسنتي والله، كلمة جميلة. نحن فعلا يعني مش ممكن نبني اقتصاد على صدقة، ما فيش حتى اقتصاد يبنى بهذا الشكل. الاقتصاد بيبنى على قواعده بشكله السليم، وهنا ولا في كرامة إنسانية للشعب يحيا انتظارا للصدقة، وإنما يجب أن يكون لدى فقراء الحد الأدنى من العيش الكريم. هو ده العنوان اللي يمكن أن يقبل في دولة حديثة بحجم مصر. وأنا أعتقد أن كل يوم بيتنامى الوعي المصري بين البسطاء. أنا بسعد وبفخر بإني ما بمشي في الشارع وبلاقي البسطاء اللي بيقابلوني بيتكلموا في الدستور وبيتكلموا في القانون، ومش عاجبهم حاجات كتير ورافضينها وبيعبروا عن ده. بحس إن مصر اتغيرت والشعب المصري اتغير، وهو لما بيخرج التاريخ قال لنا كده إن الشعب المصري لما بيخرج محدش بيعرف يرجعه. طب الناس بيسألوا حضرتك يا دكتورة، واحنا كل الناس اللي احنا استضفناهم هنا في الروم بيتكلموا خلوا املكم في الدستور، حاولوا ان انتوا تكونوا مؤثرين في قضية الدستور. دلوقتي ايمن نور كلمني وقال لي انا بلف العالم على اساس ان انا يعني استطلع اراء المصريين في الخارج في المشاركة في الدستور. قضية الدستور بقى هو بالنسبة لنا الملاذ الامن يا سيادة المستشار. بالتأكيد. طب انت شايفة ايه نعمل ايه؟ لان انا خايف حتى الدستور يسرق منا كما سرقت منا الدولة. اتفضلي. يعني انا اعتقد انه الدستور قضيه مفصليه ولا يجب ان نسمح باختطافه. الدستور في النهايه سيتحول لمجموعه من النصوص، يعني في منتج هيبقى واضح ومحدد. هناك الان كثير من المقترحات وكثير من الاراء وبعضها مفزع جدا، لكن سيكون في النهايه امامنا منتج محدد. وهذا المنتج المحدد ستكون فيه مفاصل خطره. هذه المفاصل الخطرة يجب أن توقف في اللحظة المناسبة، ولا نسمح باستمرار وجودها في الدستور بأي ثمن، لأنه زي ايه يا دكتور؟ يعني زي ايه بعد إذنك؟ يشكل خطر على زي ايه حضرتك؟ زي ايه؟ لأن امبارح هو يعني على سبيل المثال حين يوضع سلطة لمرجعية دينية في يد هيئة واحدة حتى لو كانت الأزهر، هذا التراجع عن فقه الولاية الإسلامية الحديث الذي يعبر عن نفسه في أن كل سلطات الدولة كل منها لديه ولاية في إطار إدارة مجتمع وإدارته على أساس أن هذه الدولة المدنية هي عنوان الإسلام الحقيقي. الإسلام لم يعرف دولة دينية إلا في عصور الانحطاط اللي استخدم فيها الدين لتبرير استبداد الحاكم، لكن الدولة الإسلامية في عصورها الراقية وفي صدر الإسلام كانت دولة مدنية عنوانها أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هذا العنوان الرائع يجب أن يترجم على أرض الواقع من خلال رفض أن تكون هناك يعني سلطة دينية لهيئة أو مؤسسة. وهذا أمر بيناقش الآن في مصر بعمق شديد جدا في محاولات تعديل نص المادة الثانية ووضع مرجعية الأزهر باعتبار أنه القول الفصل، لأنه بالتأكيد الأزهر حين يبدي آراء يبديها في مراحل معينة، لكن حين يصبح التشريع تشريعا فالرقابة الدستورية عليه هي المحكمة الدستورية العليا، بما في ذلك مراقبته على ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية. فهذه المراجعة لفكرة انه لا يوجد سلطة دينية في المجتمع المصري قضية مهمة جدا. قضية هوية الدولة بالتأكيد مصر حين تتحدث عن هويتها فهي لديها اسمها التاريخي لأن الذاتية المصرية لها قيمة كبرى في حياتنا. ثم الانتماء العربي قضية لها أسس جغرافيا وتاريخ ولغة وثقافة، وبالتالي فهي مقاومات لوحدة حقيقية جغرافية وتاريخية. هذه حقيقة. هناك أمة عربية مهما كان حجم الضعف والوهن والانقسام والتشاذر وضياع قدرتنا على التحقيق وحدتنا، إلا أن هناك حقيقة حقيقة علمية اسمها أننا جزء من أمة عربية. طيب لو شفنا موقف مصر من العالم الإسلامي، هل هناك أمة إسلامية يمكن أن تكون أمة سياسية؟
هذه أمة عقيدة لأنها تنتمي لدين، لكنها لا يمكن أن تكون وحدة سياسية أو وحدة اقتصادية كما هي الأمة العربية. وبالتالي فهوية مصر في العالم الإسلامي هي انتماء لعالم إسلامي وليس لأمة إسلامية، وهو جزء من مصداقية أن الإسلام لديه بعد عالمي. ثم أيضا مصر دولة دور، لأن لها دور تاريخي وجغرافيا في إطار البشرية وفي إطار التأثير في العالم كله، فهي لديها ذاتية أيضا في إطار أنها عنصر فاعل في الحياة، وهي في هذا كان لها أدوار سابقة في مراحل ثنائية القطبين لما كان في الاتحاد السوفيتي وفي يعني شركاء الأطلنطي، وكان هناك استقطاب في العالم ما بين الرأسمالية والشيوعية. مصر لعبت دورا في إقامة حركة عدم الانحياز، ولعبت دورا في كرمانة ميزان مع دول أخرى كبيرة زي الهند وزي سوريا السابقة. هذا الدور دور جغرافيا وتاريخ. مصر أيضا دولة لديها بعد متوسطي لأنها جزء من ثقافة المتوسط بوجود الإسكندرية كمدينة حضارية وثقافية. هذه الاستعدادية في الهويات يجب أن تقنن بشكل علمي. مصر جزء لا يتجزأ من جغرافيا أفريقيا، ولديها مصالح حقيقية في انتمائها للدائرة الأفريقية من خلال أن شريان حياتها هو النيل، وبالتالي يجب أن تكون الدائرة الأفريقية أو انتمائها للقارة الأفريقية جغرافيا جزء لا يتجزأ من أنه قومي. هناك قضايا كبيرة في الدستور القادم متعلقة بحماية الحقوق والحريات، حق حرية العقيدة وحرية إقامة الشعائر الدينية، حرية الإبداع، حرية الفكر، حرية الصحافة والإعلام، حرمة الحياة الشخصية في ظل هذا الانتهاك الذي بدأ الآن يعني يمارس يعني بيسر سهولة يعني تقتحم فيها كل خصوصيات الإنسان بدعوى أن يمكن أن يكون من حق أحد أن يمتلك حرمة الحياة الخاصة بالإنسان. هناك قضايا تتعلق بكيفية إدارة الاقتصاد المصري زي ما قلت، وكيفية تحقيق المعادلة الصعبة من أجل الوصول لوطن عادل بين أبنائه يرعى تكافؤ الفرص، يرعى حقهم في العمل، يرعى حقهم في المسكن الملائم، في الصحة. الإنسان اللي في مصر من لا يملك مالا يمكنه أن يموت لمجرد أنه مرض، بالظبط، لأنه مفيش رعاية صحية حقيقية. فهناك قضايا كبيرة جدا تتعلق بالحرية، المساواة أمام القانون، المساواة أمام القانون، حقوق المرأة، أن البعض بيتصور أنها كانت منحة أو ربا وأنه يمكن أن يستردها في أي لحظة. هذه حقوق دستورية لا يجب لأحد أن يقترب منها، وبالتالي في قضية مهمة في الدستور القادم هي مش بس النص على المساواة أمام القانون، لكن تجريم التمييز ووضع آلية لمراقبة التمييز في المجتمع على أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو العرق. هذه قضايا يجب أن يعني نطرحها للمناقشة ونصر. في قضايا كمان تتعلق بمواد يمكن أن توضع في الدستور في رفع منها بدعوى الاستقرار، ومنها بعض مثلا المواد التي تسمى مواد انتقالية. أنا أعتقد أنه في ضرورة لانتخاب كل المؤسسات بما في ذلك رئاسة الدولة بعد وضع الدستور الجديد. لأنه لا يمكن أن يقبل أن توضع وثيقة دستورية جديدة يتم من خلالها استقرار نظام حكم جديد بآلياته الجديدة بقدرته على بناء المراقبة والشفافية وقدرة المحاسبة لنظام الحكم، ولا يكون هناك إعادة انتخاب على أسس جديدة ترتبط بشكل نظام الحكم الذي استقرينا عليه، معايير انتخاب المجالس النيابية أو المجالس المحلية أو النقابات أو اختيار الرئيس وانتخابه. هذا كله يجب أن يكون وفقا للضوابط التي سنضعها في الدستور الجديد. هل يمكن قبول أن نستمر على أوضاع سابقة على الوثيقة الدستورية الجديدة بدعوى الاستقرار، فيوضع مثلا نص يحصل مدة الرئاسة فتستمر 4 سنوات بدلا من أن نجري انتخابات رئاسية جديدة بعد شهور قليلة من إقرار دستور جديد؟ هذه قضية يجب أن تناقش على مستوى الوطن كله، ولا يجوز فيها أن يفرض الرأي من خلال أي من كان، وإنما يجب أن يبنى فيها التوافق الوطني. طيب ما موقف مصر من أبنائها في الخارج؟
وما هي طبيعة العلاقة التي تربطها بهم، وهل حقيقة أنه يمكن أن يعزل أبناء مصر في الخارج لمجرد إزواج الجنسية أو حصولهم على جنسية دولة أخرى من تبوء بعض المناصب الخارجية؟ هذه قضايا أيضا يجب أن تناقش. نعم وأن توضع فيها ضوابط ومعايير. أنا أعتقد أن الدستور هو قضية مستقبلية وهامة جدا، ويجب أن لا نسمح لأحد لا باختطافه ولا بكتابته في عجالة ولا اعتبار ان هو، لانه لو كنت في عجالة ودون تحقيق التوافق الوطني فسيصبح دستورا مؤقتا. بالضبط. لانه عنوان الدساتير التي تستقر انها قد بنيت على التوافق الوطني الحقيقي. اذا كان التوافق الوطني مزيف فهذا مقدمة لثورة جديدة ولو بعد حين. سيادة المستشارة، يعني اسمحي لي اعلن لك عن انبهاري بامانه شديده. انا حاورت كل السياسيين المصريين، اخرهم لسه كان معانا يمكن اول امبارح كان الاستاذ فاروق جويده لما تبوأ هذا المنصب. حتى بعضنا قال له، في عندنا شاب طلع قال له الاقصاء كان زمان بانه يحطك في السجن، النهارده الاقصاء بانه بيحتويك وانت جاي وانت قال له النهارده الاقصاء بالاحتواء وليس الاقصاء، وجاب عباره جميله جدا. وشاب مصري بيوري مدى وعينا ووعي شبابنا، وقال له فعلا، قال له هو الاقصاء مش ان انا النهارده يعني اقصيك زي الاول، وسائل الاقصاء تغيرت، فانا النهارده بحتويك، فانت تم اقصائك لانك انت جاي على صلاحيات مستمدها من رئيس جمهورية، وكأنك قاعد في القبيلة بيمنحك شيخ القبيلة صلاحيات، فانت على اي اساس جئت بهذه من الصلاحية اللي هتمارس بها اختصاصاتك؟ وما هي اختصاصاتك في الاساس؟ الحقيقة هو قال كلام يعني انا مقدر، وقال احنا عايزين لازم نشارك، لكن انا لم ارى. هو الحقيقة يعني انا دكتور، بما ان حضرتك فتحت هذا الموضوع، حقيقة انا اشد الناس انزعاجا من فكرة أنه يمكن أن تبنى مؤسسة الرئاسة على استحداث آليات جديدة ليست منصوص عليها في الدستور ولم تكن محل تحديد، وكأننا نحدث انتهاك للدولة القانونية دون أن ندري. أنا بحترم طبعا كل الأسماء اللي وردت في فكرة المجلس الاستشاري أو مساعدين الرئيس، لكن هذا في حد ذاته دليل على غياب الرؤية المرتبطة بالدولة القانونية. نعم. ده أخطر ما يتعلق بالأمر، لأنه الرئيس الدولة دائما ما يكون لديه بيوت الخبرة هي أدوات الدولة نفسها. يمكنه أن يلجأ لبيت الخبرة القانوني ممثل في محاكم الدستورية، مجلس الدولة، إدارات الفتوى والتشريع، وزارة العدل إلى آخره. يمكنه أن يلجأ لبيوت الخبرة في العلاقات الخارجية في وزارة الخارجية أو في غيرها من أدوات البحثية المتعلقة بتقارير الأمن القومي. يمكنه أن يلجأ في أي قضية تتعلق مثلا بقضايا المجتمع بيوت الخبرة المرتبطة بأدوات الدولة. لكن الرئيس الآن يعتمد فكرة الخبرة الفردية، وهي أمر خطير جدا، لأنه من الذي سيشير على من في إطار دولة أو في إطار صداقة وصحبة؟ لأنه لو إحنا هنقعد نتكلم في منتدى فليس هذا هو الأسلوب الذي يدار به مؤسسة الرئاسة. مؤسسة الرئاسة تدار من خلال أدوات دولة كل منها لديه صلاحيات دستورية، وبالتالي فهذه الاستحداثات هي جزء يتجزأ من ارتباك الرؤية الحقيقة، مع احترام لكل مكان. هو في يعني حضرتك في الحقيقة بأمانة شديدة يعني جسدتي كارثة ما نعيشه عندما تكون إنسانة زي حضرتك تملك هذه الرؤية. وأنا بنقل لحضرتك نبض الناس على التكست، لأن التكست عندي مشتعل جدا. الناس حزينة بتقول لما الدكتورة لما المستشارة تهاني الجبالي بهذا يعني بهذا الفكر وبهذه وضوح الرؤية وأفكارك متسلسلة جدا يا سيادة المستشارة، بحسدك على بهذه الروعة ورؤيتك العجيبة. انت يعني الامر وكأنه كله في ذهنك، وكأنك رسمة صورة شايفة كل معالمها. كيف يمكن
أن يكون هناك آخر موجود بيعد لهذا الدستور، وست على قدرك وبهذه الرؤية بهذه الوضوح وبهذه الاستنارة ما تبقاش موجودة. ده يعني يقول إن فعلا في هناك أزمة، وده بيرجعنا تاني مرة تانية لأهل الثقة واستبعاد أهل الخبرة طالما لا يغردوا على نفس الغصن. يعني ده برضك وجودك والله يا دكتور واللي ما يحدث معاكي بيؤكد إن احنا عايشين في كارثة حقيقية. الستات هنا طبعا. اتفضلي يا فندم. يعني انا بشكر حضرتك طبعا يا دكتور على الكلمات لا دي حقيقه والله. لكن يعني انا اللي عايزه اكده انه ربما اكون انا اقل الناس خبره، لانه انا اعلم جيدا حجم الخبرات المتاحه في مصر، ومن يملك القرار ولا يخرج من بطن مصر بكنوزها عشان يستخدمها سيفشل. نعم. أي قيادة تاريخية لم تتقدم للأمام إلا حين التقطت الحاسة الثورية ووظفتها في سياق استدعاء خبرات الوطن. نعم. وده درس التاريخ لمصر حتى الحديثة. يعني احنا لو يعني قرينا كويس درس ثورة يوليو على سبيل المثال، رغم ان كان يقوم بها مجموعة من الضباط يعني من الجيش، إلا أنهم كانوا أبناء ثورة 19 عندهم رؤية إلى حد كبير للتغيير الثوري الحقيقي. الدليل على هذا انه حتى فكره التطهير لنظام ما قبل يوليو اكتفى بالرموز واكتفى بالقياديين، لكنه لم يقصي ابناء الشعب المصري حتى الذين كانوا يعني في طبيعه حياتهم يقدمون شيئا في اطار مصر الملكيه، يعني سواء كانوا عاملين في دواوين الدولة أو مفكرين أو كتاب أو حتى فنانين زي أم كلثوم وعبد الملك فاروق. لكن الثورة احتضنت بصورة عظيمة جدا كل فاعليات الوطن، فاستطاعت أن تنجز إنجازها التاريخي. ثورة يوليو كان عندها مشكلة الاحتلال، كان عندها مشكلة إعادة توزيع الثروة والسلطة في المجتمع، وإعادة تقليد الطبقات والخروج بطبقات فقيرة تطلعها لفوق عشان تبقى من الطبقة الوسطى توسع الطبقة الوسطى. ففعلت هذا، خاضت معارك مع فكرة الاستقلال الوطني وتحقيقه، خاضت معارك من أجل تكريس فكرة الانتماء العربي. برغم كل ما أصاب المرحلة دي من عيوب وما أصابها من سلبيات وهزائم، إلا أنه أهم ما فيها أنه لم يكن يملك عبد الناصر بكل كلماته وبكل قيمته إلا أنه تواصل مع الجماهير. نعم. أنه آمن بأن هناك شعب يستحق أن يحتشد وراءه، واستطاع أن يخوض كل المعارك بالشعب المصري وبسطاء الشعب المصري. لم يكن لدى عبد الناصر شيء. نعم يا فندم. ما كانش عنده إمكانيات حتى إعلام وصحافة زي اللي عندنا دلوقتي. نعم. برغم من هذا نجح في تحقيق إنجازه التاريخي بهذا السبب. نعم. إنه احترم شعبه. نعم. فشعبه لن ينساه. نعم. هذا الدرس أتمنى إنه كل من يتصدى لأداء الدور أو للقيادة أو للعمل أن يستوعبه. نعم. إن هذه المرحلة ليست مرحلة القائد الفرد. نعم. وإنما مرحلة المشروع القائد. نعم. اللي يقود مصر على مستوى العلو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وانه مطلوب ان تكون هناك خريطه واسعه جدا من الكفاءات والقيادات اللي تخرج من الارض المصريه. مصر مليانه بالخير، بس المهم ما يبقاش كل واحد فينا بيدور على اهل الثقه بقدر ما يبحث عن اهل الخبره ويبحث عن المشروع الوطني، ويجعل هناك مكان لكل فرد فيه، عشان احنا اللي هنبني بلدنا ما حدش يتمنى. قضيه المحاصصه الكل مش عايز مصر تتبني يا سياده المستشاره في اطار قضيه المواطنه، قضيه المحاصصه والاباط وان يبقى الاباط ليهم مش عارف نسب، هل تعتقد ده حضرتك يناسب قضيه المواطنه؟ يعني ايه اقعد يعني وكأن الاباط ده فصيل مثلا انا استرضيه بواحد او باثنين وياتي غير معبر عنهم واقول لهم انتم موجودين ثم بعد كده انتقصهم حقوقهم. انت شايفه قضيه الاقباط في مصر شكلها ايه يا سياده المستشار؟ انا شايفاها من القضايا المغلوطه، لان لا يمكن نرجع نناقش مره اخرى الحق المتساوي في وطن عادل.
يعني إذا كنا منذ ثورة 19 كان العنوان الكبير لنا أن الدين لله والوطن للجميع، كيف يمكن أن نعود في القرن الحالي لنناقش قضية قتلت بحثا في زمانها وخرجنا منها بأننا لا يمكن نرجع نناقش هذا مرة أخرى؟ ده معناه إن إحنا بنعمل إيه؟ بنعمل شكل من أشكال الخروج من التراكم التاريخي، وبنعيد إنتاج نفس الإشكاليات بشكل متعمد. أنا سعيدة وفخورة بحركة إخواتنا الأقباط في مصر في هذه المرحلة، إنهم بدأوا فعلا يشعروا أنهم جزء مهم جدا في إحياء الحركة الوطنية المصرية الواحدة. وبيتحركوا دلوقتي بحس لا طائفي، وأنا على فكرة على صلة وثيقة بكل الحركات والائتلافات الخطية في مصر، وأعلم جيدا أنهم بدأوا يستوعبوا أن الدرس الأخطر في التاريخ هو أن ينجح أحد في استقطابنا على أساس ديني، وبالتالي فهم لم يعودوا حتى يحتشدوا في الكنيسة، ولم يعودوا يتحدثوا من خلال رجال الدين، وهم الآن في كل موقف وطني جزء لا يتجزأ من بناء حركة وطنية جديدة. هذا في حد ذاته وعي يعني متغير، أنا أعتقد أنه مهم للغاية. نعم. تحويل المصريين بدون هذا التمييز الديني البغيض اللي بيحاول البعض ان هو يفرضه علينا اننا نبقى الاصطفاف ديني. اذا نجح الاصطفاف الديني في مصر فهو اول هزيمه للحركه الوطنيه المصريه وللتاريخ المصري ولامكانيه الصعود بمصر للامام. بس ما بيفرض اذا نجحنا لشق المجرى الرئيسي بكل اطياف الشعب المصري المؤمنه بهذا الوطن الواحد وهذا الشعب الواحد، هننجم هذا المخطط الجهنمي. بس هم حضرتك بيتعامل معهم بخبث شديد. يعني من كام يوم حصلت المظاهرة اللي دعا عليها محمد أبو حامد، فطلعوا قالوا اللي خرجوا معهم الآباط، وكأن اللي خرجوا فقط هو آباط. لأنه في استهداف، احنا عايزين نكسر هذا الاستهداف. لما بيبقى فعلا الحركة في حضن الجماعة الوطنية، نعم، بتسقط هذه الادعاءات بسرعة شديدة جدا. وأنا أعتقد أن ده التحدي الأكبر أمامنا في هذه المرحلة. نعم. هو التحدي فرض الحركة الوطنية الواحدة في مواجهة محاولات الاصطفاف الديني في مصر. نعم. طبعا انا ما اقدرش اقرا لحضرتك عبارات الحب الشديده على التكست، وان كل الناس مصطفى ورائك وبتحبك. في اخت نانا عايزه توجه لحضرتك كلمه بعد اذن حضرتك. نانا اتفضلي، معاكي سياده المستشاره. وهنا في الحقيقه الناس هتسمعي نانا. حضرتك اتفضلي يا نانا. طيب، ده اشرف دكتور احمد طبعا، ومش عارفه اقول لحضرتك ايه بجد. يعني سيده مش هقول ب100 راجل، لا ب1,000,000 راجل في وقت فعلا في تحول شايفينه جامد جدا. يعني بجد احنا فرحانين بوجود حضرتك، ولينا اسئله حضرتك تقريبا انا بعتبر دلوقتي اللي عملتيه محاضره صغيره ردت على كتير من اسئله جوانا. وطبعا انا مش عايزه اوريلك التكست عامل ازاي، كله اسئله، ولكن انا عايزه الخص يعني سؤال من شقين لحضرتك. يمكن انا قلقانه قوي من حاجتين الحقيقه. اول الهام ان الرئيس مرسي جمع بين 3 سلطات، تنفيذيه وتشريعيه وتاسيسيه، ودي ما حصلتش على مستوى العالم. فده قلقني جدا ان ممكن اي حاجه تحصل بعد كده من دستور او تشريع او الى اخره، ممكن بالسلطات دي، هل ممكن، ده سؤال لحضرتك، هل ممكن ان يلغي اي قرارات حتى لو كانت في مجلس الشعب فيما بعد او في تشريعيه الى يعني بالسلطات ال3 دول؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، رفع ايجارات المسكن، والايجارات اللي هي من 3 جنيه ل 150 جنيه. المشروع ده الحقيقه انا قعدت اتامل في الكناس البسيط او الانسان البسيط، حتى لو رفعوا الاجور بتاعته هل ممكن هيكون التعايش ازاي؟ ده هتبقى كارثه. وهل هيبتدي يلجأ بقى للسرقه؟ واحد بسيط ما بياخدش غير 250 لما يكون ايجار بيته 150 وكان ايجاره 3 جنيه. الحل ايه هنا يا سعاده المستشار؟ وانا بشكر مره تاني وجودك، ومره تاني حضرتك ب1,000,000 راجل لانك ما تحولتيش زي ناس كتير. اشكرك يا دكتور احمد. يعني انا بشكر اولا على كل الكلمات الجميله اللي انا بتمنى ان اكون استحقها، والسؤالين الكبار اللي انت سالتيهم والمهمين جدا جدا، وانا بشكر الوعي العظيم اللي عندك كمان.
طبعا بالتأكيد هناك مخاطرة كبرى في اجتماع السلطات الثلاث في يد رئيس الدولة، وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة التأسيسية بعد إلغاء الإعلان الدستوري ووضعه إعلان دستوري بنفسه. احنا اتعلمنا ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، وان وجودها في قبضة فرد هي الخطورة بعينها، وانا اعلنت هذا الرأي منذ اللحظة الاولى، وما زلت عند رأيي، وما زلت بقول انه قد تحمل الايام القادمة مفاجآت، ولا يمكن لاحد ان يعني يتوقع ما يمكن ان يحدث على ضوء ان هناك حالة من حالات الانقسام الوطني طبعا في مواجهة الحالة السياسية والثورية في مصر. انا اعتقد انه ممكن تبقى في مفاجآت وبعضها قد لا تكون سارة، لانه اذا استخدم سلطة التشريع في اطار تقييد او في اطار كبت الحريات او في اطار قضايا حرجة وشائكة، سيكون هناك مخاطرة وسيكون هناك احتقان وصراع. واذا استخدم هذه السلطة التأسيسية التي منحها لنفسه، وانا اعتقد انها خطيئة دستورية جسيمة، أن يلغي الإعلان الدستوري الذي أقسم اليمين عليه، وأن يضع إعلان دستوري هو بنفسه. وللأسف الشديد الحركة الوطنية المصرية لم تتنبه لخطورة هذا التصرف، وبعضهم باركه، وفي إطار إن إحنا محتاجين إعادة بناء الوعي الجمعي الحقيقة والتحليل الدقيق للواقع الذي يحدث حولنا، لكن هذا ما حدث. وبالتالي فيمكن في حالة تعثر الدستور أن يفاجئنا بوضع إعلانات دستورية، وهو أمر في غاية الخطورة. أعتقد أيضا أنه يمكن أن يحدث من حوله المزيد من الصراع السياسي في المجتمع المصري. القضية الثانية اللي حضرتك اتكلمت فيها اللي هي الإيجارات القديمة ومحاولات رفعها لإيجارات أعلى، وأثروا على السلم الاجتماعي، لأنه عدد كبير جدا بيقترب من 20 مليون من المصريين سيتضرروا من هذا، لأنهم فعلا بيشكلوا الطبقة اللي لا تحتمل المزيد من الأعباء. طبعا هذه مشكلة كبيرة، لأنه أيضا الملاك للمساكن القديمة بيشعروا بغبن شديد في إطار أنهم لا يحصلوا على عائد مناسب لملكيتهم. وبعض الدول التي تعيش مثل هذه القضايا الشائكة اللي يمكن أن تصيبها اجتماعيا في مقتل كانت تنزل بحلول غير تقليدية، وكانت بعض هذه الحلول، أنا يعني اشتهى في أحد الدول الآسيوية أنهم أنشأوا صندوق وطني لدعم الإسكان القديم، وكان يتم فرض رسم معين على المواطنين الأكثر يعني ثراء في إطار العقارات اللي هي الأكثر غلوا يعني. وكانت هذا الرسم بيمثل تعويض عادل لأصحاب المساكن القديمة، عشان ما يبقاش فيه شكل من أشكال غبن لحقوقهم، وفي نفس الوقت ما نعرضش السلم الاجتماعي لهذه المخاطرة. أنا أعتقد في ظل العشوائية اللي احنا فيها لو حدث قانون بهذا الشكل صدر من غير ما يتم التفكير فيه أكثر من مرة، قد يعرضنا لمخاطر كبيرة جدا على المستوى الاجتماعي. نعم. طيب اخونا ياهو، احنا مش هنعطلك كتير يا دكتوره بقى سياده المستشاره، بس انت ليكي محبه، انا نفسي فوجئت انا ما شفتش كده بصراحه، لم اجد هذا الضغط، لكن واضح ان انت ليكي مخزون عند الناس، وهذا المخزون يعني تراكم حتى وصل لدرجه الانفجار. وانا بعتقد ان ده يمكن يكون تعويض عن يعني ما حضرتك تتعرضي ليه، انك تجد ان الناس تحمل لك هذه المحبه، وده بيوري والله سعاده المستشاره ان احنا مش لوحدنا. لما بنيجي نتكلم ساعات بستشعر ان يمكن الناس مش سامعانا، ما نعرفش ان احنا لينا كل هذا الوجود في قلوب الناس. فمعلش انا تعبك معايا، لكن انت محبيني كتير قوي قوي، فانا مش هقصد. انا يعني ده شرف كبير ليا، وانا يعني مبسوط جدا بهذا اللقاء المفاجئ اللي بيشكل بالنسبه لي سعاده، واحنا منتدانا التقي باحبائي من ابناء وطني اللي موجودين في الخارج. منتدانا اسمه مصر للجميع، Egypt for all، ده الاسم اللي احنا اتفقنا عليه. واحنا هدفنا بسيط جدا، ان مصر للجميع، مصر بلد المواطنه، مصر لن تكون مره اخرى مصر التي عهدناها في زماننا الجميل الا عندما نتوحد تحت مبدأ المواطنة. في الأخ ياهو بعد إذنك اتفضل المايك. معلش أسماءنا هتجديها غريبة، لكن زي ما قلت حضرتك هي دي فلسفتنا، هو إن الأسماء تبقى بهذا الشكل. ياهو اتفضل.
شكرا يا دكتور احمد. و ياهو ده اسم يعني yahoo.com، لكن حقيقي انا في الخارج في كندا، وحقيقي بسمع كل الاخبار يوم بيوم، لان كل مصري في الخارج هو عصب لمصر ولا ينسى بلد. وطبعا لينا اهلنا ولينا قرايبنا ولينا اصدقائنا في مصر، وبنحب ان هم يعيشوا في امان. لكن حقيقي انا بشكر طبعا المستشاره تهاني جبالي، الاستاذه التي تعطينا صمام الامان في الخارج. حقيقي انا بسمعها وبشوف ردودها في مواقف كتيره بتديني نوع وبشعر بالامان، وان مصر لسه فيها خير. حضرتك دكتور مرسي وصل للرئاسه بالارهاب، يمكن ده تعبيري انا. الدكتور مرسي يستحوذ على السلطه التنفيذيه والتشريعيه، وانا حاسس ان هو بيتخلل السلطه القضائيه من خلال تعيين نائب رئيس اللي هو الاستاذ مكي قضائي اساسا او دستوري، علشان يحللوا كل القوانين والتشريعات المناسبه ليه. فاذا كان رئيس الجمهوريه هو في يده السلطه التنفيذيه والتشريعيه، والدكتور احمد مكي، واخو الدكتور احمد مكي كمان وزير على ما اظن في القضاء، طيب يبقى هو هيستحوذ على القضاء العدل. طب بعد كده يبقى في ايه؟ طب مين بقى هنا السلطه؟ حضرتك قلتي انه المحكمه الدستوريه وقفت قدام الدكتور مرسي اما كان عايز يرجع مجلس الشعب، وكانت وقفه جميله جدا وصح، وانا حييتها جدا، وكانت وقفه لاحظت في وقتها كان في مسنود من المشير طنطاوي والقائد الجيش عنان. طب النهارده ما فيش لا المشير طنطاوي ولا قائد الجيش عنان. طب هيقعد مين اللي هيقف قدامه اما يجي يتعدى على المحكمه الدستوريه؟ واللي حسوا من ساعه ما هو وقع طنطاوي او شال طنطاوي او اتشال طنطاوي وعنان من هذا الموقف الشعبي او الموقف السياسي، نقدر نقول ان حتى المحكمه الدستوريه حاليا ما بتتكلمش عن اي حاجه. وازاي المحكمه الدستوريه ساكته على الدكتور مرسي ان يكون في ايده سلطه تشريعيه وتنفيذيه؟ هل هو كده يبقى رئيس جمهوريه؟ هل في رئيس جمهوريه ولا دي تلغي عن الرئاسه؟ السؤال وصل، الفكره وصلت. السؤال واضح. يعني لا، اولا انا عايزه يعني بس احط يعني تصحيح لبعض المسائل. المحكمه الدستوريه العليا في مصر تاريخها 43 سنه، خاضت فيها معارك ضد انظمه، يعني كل نظام كان فيه مواقف وكان فيه قضايا وكان فيه يعني لحظات صراع، وبالتالي فهي قدرتها على الاستقلال تعتز بانه مستمد من ذاتها، مستمد من استقلالها الفعلي، وليس مستمد حتى من مساندة الجيش لها رغم وجوده في السلطة. بس محتاجة أدوات يا أستاذ. هذا لم يكن قائما، محتاجة أدوات، ولم يكن هناك أدنى تأثير. أنا بقول الكلام ده وأنا صادقة هناك أدوات في هذا. هناك أدوات، يعني أدوات الفعل في المجتمع فيما يتصل بحجية الأحكام الدستورية بتستمد من قوة المحكمة الدستورية ذاتها ومكانتها الدستورية في إطار الضرب. وكيف تفعلها؟ كيف تفعلها؟ ليس الأمر مرهون كان بوجود الجيش، لأن الجيش لم يكن له دور في هذا، لم يكن له أي تأثير. قضاة المحكمة حكموا بما يرضي ضميرهم الدستوري وضميرهم القانوني، وتحملوا في هذا أن يكونوا في مواجهة أي من كان، ولو كان الأمر يتصل حتى بالسلطة الفعلية اللي كانت في هذا القائمة كان هيبقى الأحكام بنفس الصيغة. هذه ضمانة قوية للشعب المصري. عشان كده استهداف المحكمة الدستورية العليا هو محاولة لاستهداف أحد مؤسسات المرجعية القوية في المجتمع المصري، وهذا يعني طبعا يعني لن يحدث نسيت بيها طالما يقظة الشعب المصري بتخيل بيها، وهي قضية مهمة جدا جدا أن تكون حاضرة في ذهننا في الداخل وفي الخارج في كل الأحوال، إنه أي مسائل في هذه المؤسسة الدستورية العريقة والمهمة قد يكون عصف بالدولة القانونية نفسها. وهي أحد المنابع يعني كان في شكل من أشكال الانتفاضة الجماعية لكل السلطة القضائية في الدفاع عن الأحكام الدستورية عن مجلس الدولة.
تحديدا، وضد القانون الموحد الذي كان مطروح من وزير العدل الحالي. الامر الاخر اللي احب يعني اوضحه انه لا هناك ضروره للايمان بانه الدوله القانونيه ستهزم كثير من المحاولات التي قد تبذل من اجل يعني الاستحواذ على الدوله، وهذه القضيه معناها انه لابد من الدفاع عن السلطه القضائيه في مصر، وعدم ترك الامر لمثل هذه المحاولات لتحجيمها او لتحجيم دور القضاء سواء قضاء مجلس الدوله او قضاء المحكمه الدستوريه العليا. وهي معركه تخص الشعب المصري كله مش بس القضاء الحقيقه. وانا اتصور انه المرحله القادمه ستشهد شد وجذب في هذا السياق، وهناك يعني قضايا مهمه جدا ستنظر فيها المحكمه في المرحله القادمه، وهي ستنظر فيها فعلا بعين المجرده لإعلاء القيم والمبادئ الدستورية اللي هي استقرت عليها واللي استقر عليها المعايير الدولية، وهي تحكم في هذا يعني معصومة العينين، وأنا أثق في هذا الثقة مطلقة. وبالتالي عناصر القوة في الدولة المصرية قائمة حتى في إطار الجيش. هذه التعديلات التي جرت أنا لست ممن يأخذون الأمر بهذا الإخراج السياسي الذي يبدو في انه الرئيس كان قادر على الاقاله وعلى الوضع هذا المكان ذاك. لا، الحقيقه انه الواضح ان المؤسسه العسكريه كانت لديها الصلاحيات والاعلان الدستوري في اعاده ترتيب اوضاعها من الداخل، وانا اعتقد ان هذا القرار كان موجود من 30/6، الا انه لحظه اعلانه واخراجه هي التي حملت في طياتها شكل من اشكال الاستخدام السياسي العالي من جماعه الاخوان المسلمين لاعاده رد الاعتبار للرئيس بعد ما حدث في جنازه شهداء رفح، ومنع الجماهير منعتهم من انه يحضر الجنازه، وكانت مساله خطيره جدا بالنسبه له. فتجديد الجيش المصري بقياداته من الداخل، انا لا اعتقد ان هناك قياده للجيش المصري يمكنها ان تغير العقيده القتاليه للجيش المصري، انه يبنى على حمايه مصر من الخطر الخارجي وحمايه الامن القومي المصري في اللحظات الحاليه. ما حدش يقدر يطلع الجيش المصري من المعادله السياسيه بهذه البساطه، لانه هو في تاريخه سواء القديم او الحديث كانت له مواقف مفصليه، اما نابع عن الشعب المصري في التغيير او حرس هذا التغيير وحرس الاراده الشعبيه. فانا اثق في ان مؤسسه الجيش ليس من السهل تغيير عقيدتها بهذه البساطه، وهي قضيه تستحق ايضا ان يكون عيوننا مفتوحه عليها، لاننا يعني طرف في حراسه بلدنا من كل الزوايا. انا حتى حمايه يعني المؤسستين الدينيتين الكبيرتين الوطنيتين في مصر، حمايه دور الازهر، حمايه دور الكنيسه الوطنيه المصريه. دي معارك للدوله المصريه. الشعب المصري لازم يبقى مستوعبها، مستوعب ان هو زي ما ليه حق مشترك مسلمين ومسيحيين في الازهر، له حق مشترك ايضا كمسلمين ومسيحيين في كنيستنا الوطنيه، واللي كان لها الدور في كل تاريخها كانت ايضا هي احد عناصر حمايه الدوله الوطنيه المصريه، ولديها حس خاص جدا في اطار كنائس العالم في انها مصريه، لديها مكون مصري. يعني انا بذكر يعني الراحل العظيم الانبا شنودة، وكان بمعنى جديد يعني علاقه وثيقه، وكنت احظى بزميلاته واحظى بشرف لقائه والحوار معه في كثير من المواقف، انه فعلا كان بيدينا دروس وبيعلمنا وبيقول لنا المقولات التاريخيه انه مصر وطن نعيش فيه وليس وطن نعيش فيه. دي حقيقه، هي ديت يعني شكل وجوهر الكنيسه المصريه، وبالتالي قضايا ومعارك لكل الحركه الوطنيه المصريه. نعم. انا ما بخافش على مصر لاني عارفه انها مستعصيه على البلع. أنا معاك في كده، بس اسمحي لي أنا أبدي أيضا تخوف من جانب آخر بالنسبة للقضاء والقانون، لأن أنا أيضا رجل قانون، بالإضافة أن أنا أستاذ للاقتصاد، لكن اللي أنا أعلمه أن محور اتزان أي دولة هو القانون. أي دولة، أي نظرية العقد الاجتماعي كلها قامت على القانون، وبالتالي أنا شايف كما يقول الأخ ياهو أن هناك اختراق، محاولة لاختراق. أنا لما أجيب وزير العدل وقوه وأحطهم في أعلى منصبين موجودين في الدولة، واحد نائب رئيس الجمهورية والآخر وزير
العدل، وهم شخصيتين قنواتين مقدرتين ممكن يكون لهم دور. ثانيا أن تعلمي حضرتك أن القاضي يحكم لكن ليس منوط به التنفيذ، الذي يقوم بالتنفيذ هي سلطة أخرى تماما، مؤسسة أخرى تماما. وبالتالي إذا كانت هناك محكمة دستورية لا تفعل قراراتها لأن السلطة التنفيذية يعني تتقاعس في هذا الأمر، وبالتالي أنا بحس هنا إنها فقدت أتواتها في التغيير أو في التأثير. هذا هو الخطر يا سيادة المستشار. طبعا أنا لا أقلل من شأن الخطر، لكني أقول أن عوامل المقاومة قائمة، لأنه القضاء من مين بقى؟ من مين؟ ما أنا عايز أعرف عوامل المشاكل. عوامل المقاومة من مين سيادة المستشارة؟ عوامل المقاومة جاية منين؟ من هو الجهة المقاومة وما هي أيضا الأدوات اللي تستند عليها؟ الجهة المقاومة هي زي ما بقول عراقة الدولة الوطنية المصرية، لأنه مش صحيح أن القضاء يمكن أن يكون هناك اختراقات، لكن جسد القضاء المصري ما زال صحيحا، وأنا موجودة في القضاء المصري بقالي 10 سنوات، أعلم جيدا هذا. وأيضا هذا تجلى بشكل واضح جدا في احتشاد الدولة القانونية. ال5 هيئات كانت على قلب رجل واحد دفاعا عن السلطة القضائية المصرية في مواجهة القانون الذي طيب ثانية واحدة نعيد الاتصال بيها مرة تانية. أنا خايف ليكون الرصيد عندها خلص لأن احنا تكلمنا معها فترة طويلة. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح، اضغط رقم 1 لإرسال ميني كول. ربنا يستر. ده شكل الشعب، بس احنا يعني عملنا حوار طويل، بس استنوا برضه كده احنا معاها مرة تانية، ممكن نديها فرصة بس تحط بس حوارها قوي. الست في الحقيقة متمكنة من أدواتها بشكل غير طبيعي. الست عندها رؤية خطيرة، فهم كل حاجة تماما، مخها واعي وعارفة ايه اللي يعني عارف. لما انسان عارف الخريطة من هنا لهنا، عارف مش واحدة بتتكلم كده كلام في الهجايس او بتقول كلام لا، عارفة ادواتها، عارفة بتتحرك ازاي، عارفة الامور ماشية ازاي. حقيقي ابهرتني الست دي، انا اول مرة اتكلم معاها في الحقيقة. لكن حاول مرة تانية. الرقم المطلوب مغلق أو غير متاح. يبقى احنا خلصنا لها الرصيد. هستنى عليها شوية تكون خلصنا لها الشحن، لان احنا قعدنا معاها تقريبا ساعة الا شوية. على كل حال انا برضك بقول ان احنا النهاردة جبنا قامة كبيرة في مصر، تهاني الجبالي. فعلا كانت مفاجأة جيدة للروم وليا، ما اعرفش ايه اللي خلاني اتصلت بيها. ويعني انا قلت خلينا نغير بقى، كل يوم راجل، خلينا نجيب ست بقى المرة دي، وست تكون قوية في الحقيقة. 56 دقيقة يوقعوا التليفون. ارجو ان انتوا تكونوا الحوار يعني لاقى عندكم. اهلا بيك يا سالوس، ركزي معانا شوية يا سالوس في الروم هنا، الله يخليكي، عشان نرسي مبدأ الروم. الله يكرمك. طيب خلينا نكملها تاني، نشوف يمكن تكون حتى ما يصحش ان احنا نقفل كده معاه. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1. طيب يبقى هي مسكينة فعلا. انا ما اعرفش الرقم الارضي بتاعها والله. على كل هي ما فيش شك سيدة، واضح انها يعني في حرب، واكيد مكالمة زي مكالمتنا دي معاها ولقائنا بيدعمها على الاقل على الجانب المعنوي. ما تحسش ان هي لوحدها، لان هم عاملين عليها حملة رهيبة. ده بيشتموها شتيمة. يعني انا بتكلم ميرسي يا سالوس، يعني بتكلم مع بعضهم يقول لي ايه البتاعة الحقيرة بنت، يعني شوية هيقولوا فيها زي ما قالوا
في إلهام شاهين حقيقي. كل اللي الست بتعمله، انا الست يعني شايف ان الست ست واعية جدا جدا، افكارها مرتبة جدا، وزي ما بقول لكم اهم حاجة عندها رؤية، فاهمة بكرة في ايه، بعده في ايه، ناوية تعمل ايه، عندها صورة للشكل القانوني للدولة. يعني واحدة زي دي مفترض انها تكون في مكانة غير كده خالص، غير انها تحارب. ودي فعلا يوريك ان احنا في مصر طول ما هذه الاشارات موجودة، اقصاء ناس على هذا المستوى او محاربتهم، اعرف ان احنا لسه بندور على اهل الثقة اللي هيودونا في داهية، ودونا في داهية في سنوات. وهم صدقوني حريصين جدا ان هم يهدموا مؤسسة القانون، لان هم لو هدموها بيوضعوا قانونهم، لان القانون مش هيسمح له انه يعيش مدى الحياة رئيس جمهورية. هو مش عايز ده، مش عايز دستور يحدد له صلاحياته، هو عايز صلاحياته مطلقة، هو عايزها دولة خلافة. الخليفة ده يملك كل حاجة حتى رقاب الناس، الخليفة هو القاضي. الخليفة خدوا فلان يقطعوا راسه، ياخدوا فلان يقطعوا راسه، طلعوا فلان، ادوا له فلوس، يعني هي. وعشان كده لا يمكن يتحرك في ظل اطار قانوني، اطار قانوني يقيده، يقيد صلاحياته. هو بالتالي عايز يضرب هذه المؤسسة، فيضربها في رموزها، يضرب هذه المؤسسة في رموزها. رموزها مين؟ واحدة تطلع زي تهاني الجبالي، اضرب تهاني الجبالي. جيب مين؟ جيب مكي ذو التوجه اللي هو نفس التوجه دهوت، اللي هو انا بعتبره خاين وبيضرب مؤسسة هو بينتمي اليها وبيضربها بعمق. وعشان كده انا بعتبر ان دعم هؤلاء الناس امثال الست ده لازم يكون باستمرار موجود. الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. مفيش. كل سنة وانتم طيبين. عملنا معاها لقاء 56 دقيقة، خلصنا فيه، ضربنا لها فيه الشاحن بتاعها، خلصناه عشان تقعد تشحن تاني، محتاجة لها فترة. لا هي مش طارده، هي كانت سعيدة جدا بالحوار على فكرة. لكن على كل حال انا في الحقيقة اللي وجاهة الست دي طرحته، انا هدعيها مرة تانية للروم، وهعتبر ان دي في اطار انها حلقة اولى. فحتى انا بطلب من قلب ميت لما يجي يشير ليها انها حلقة في سلسلة حلقات، هنخليها حلقة في سلسلة حلقات، لان الست عندها كتير اللي هي تقوله. انا هعمل كده طبعا، انا هعمل كده اهوت. خلوني اشوف الساعة بقت كام في مصر. الساعة 12:30 كنت هكلم الدكتور سعد الكتاتني، لكن انا اتكسف. الساعة 12:30 في مصر دي صعبة قوي، حاجة تخجل. معرفش ليه في مصر بيناموا بدري كده، وبعدين ليه احنا في لندن ليه ما يكونوش هم قبلينا، بحيث ان انا اكلمه الساعة 12 يبقى هو صح. لازم نعمل حاجة في موضوع التوقيت دهوت. الهم هم يغيروا مكانهم، انا مش هغير مكاني، مش هعرف اغير مكاني. يعني مثلا يعملوا التوقيت اللي احنا فيه الشتوي مثلا ناقص 5 ساعات، بحيث ان انا اكلمه يبقى انا الساعة عندي 11 وعنده الساعة 8 كده، معقول. خلينا نحاول مرة تانية، يمكن على وعسى. كنت اشك ان عندها واضح تليفون نوكيا، والتليفون النوكيا ده بكلب معفن، مش صح تجيب ايفون. طب الرقم المطلوب مغلق او غير متاح. لا. يبقى الست هتقعد لغاية بكرة الصبح شكلها من غير تليفون. طيب حد عايز يسأل في اي حاجة؟ احنا ممكن نستكمل احنا الحوار مع انفسنا. هي عموما فتحت محاور كتيرة جدا، ممكن تبقى سهرتنا كلها النهاردة. الايفون ب5000، والله انا عندي 4 5، تيجي تاخد واحد منهم والله، ولا ليهم لازمة عندي. عمال واخدهم، ما باخدهمش بفلوس، والشركة كل يوم تبعت لي واحد، كل يوم تبعت لي واحد. هنا لما تعمل عقد مع شركة يهروك تليفونات، كل يوم تلاقيهم بعت لك واحد، لانه ما بيكلفهمش حاجة. طيب اتفضل يا
ياهو لين هارت. لين اتفضل يا لين. معلش يا دكتور احمد كلمه سريعه. يا ريت، انا سمعت ان الاخت ليالي كان اخوها توفى، واتمنى حقيقي ان الكل يعزي ونعزي اختنا، لانها واحده انا ما اعرفهاش لكن سمعتها في الروم، وزي ما اتعودنا وزي ما اتعودت في طبيعتي ان انا اعزي اكتر ما اهنئ. التعزيه واجب علينا كلنا كبني ادمين عايشين على هذه الارض، وصدقوني حاجه مهمه كتير. يا ريت يا دكتور احمد، معلش انا اسف على ان اخدت المايك، اتفضلوا معاكم. انا اسف. يعني طبعا ما فيش شك تعزينا لاختنا ليالي، لكن انا ما كنتش اعرف والله، انا ما عرفتش غير منك دلوقتي. واحنا الروم عندنا ثواني بس يا ليون بعد اذنك وهدي لك المايك. طبعا انا بتوجه باسم الروم وباسم حضراتكم لاختنا العزيزه ليالي بخالص تعزينا، وان شاء الله تكون اخر الاحزان. وايضا عندنا ادمن وصديق والده توفى لكن امبارح، وده يعني منعه من ولكن هو قلت له يعني اعلن ده في الروم، قال لي لا انا خليني انا يعني كده بعيش مع حزني، مش عايز حد. هو طلب في الحقيقه مني ان انا ما اقولش ان والده توفى، ولكن انا برضك باسمكم واحتراما لخصوصيته مش هقول مين، لانه هو مش عايز حد يعرف في الحقيقه. انا بتوجه له بخالص التعازي، وربنا يقدس روح والده وتكون اخر الاحزان. وايضا نفس الوضع بالنسبه لاختنا العزيزه ليالي. مفاجاه، لان يعني انا اعلم ان هي لسه يعني فقدت امها من فتره بسيطه، والنهارده اكيد لما يجي اخوها ما فيش شك بتبقى حاجه محزنه جدا. ان شاء الله ربنا دايما يجمعنا في الفرح ويبعد عنكم يبعد عنكم اي حزن. دير دكتور، نحن الخلاص which was always in the room. They got her information and publish it in Facebook. Does anyone know anything about her? I have the like of you. Would you like to? والله يا مر البرو انا مش عارف تقصد ايه. نحن الخلاص موجودة معانا في الروم على طول، فما اعرفش يعني نحن تستطيع انها يعني ما شاء الله بتطلع معانا في الروم بتتكلم وبتغني هو سدوس في الحقيقة ادمن معانا في الروم، ادمن رجل محترم جدا مقدر جدا. والده توفى تقريبا اول امبارح، وانا في الحقيقه وقال لي امبارح، قال لي انا بعتذر عن عدم تواجدي، انا بدخل ساعات اندر كفر، لكن قلت له انا يعني تسمح لي اعلن ده في الروم عشان الناس تشاركك يعني مصابك. فقال لي لا بعد اذنك انا ما بفضلش، وانا بشكرك وبشكر الروم مقدما. فانا احتراما لخصوصيته وان هو اصر على هذا، لكن انا اوجه له التعازي ليه ولاسرته ولاولاده ولعائلته في وفاة والده، وربنا يقدس روحه زي ما قلت، وان شاء الله باذن الله تكون اخر الاحزان. طيب اسمحوا لنا نرجع ونعود مرة تانية. وطبعا لما ليالي تدخل ان شاء الله، ما انا كنت شايف ليالي على فكرة في الروم كانت تقريبا رفع ايدها، ما اعرفش هل هي موجودة دلوقتي ولا خرجت. اعتقد ليالي خرجت. نرجع تاني نتكلم في اللي احنا كنا بنتكلم فيه. احنا كنا بنكلم المستشارة الجميلة تهاني الجبالي على ما يحدث في مصر، والست في الحقيقة طبعا اتكلمت من منطلقات اهمها هو المنطلق القانوني اللي هي معنية به كنائبة رئيس محكمة الدستورية العليا، وهي محكمة ضخمة. اسمحوا لي هي رقم المطلوب مغلق او غير متاح. خلاص اذا ما فيش غير ان احنا هنكلمها. هو تليفون نوكيا معفن ابن كلب، انا عارفه. نوكيا ده انا عمري ما استعملته في الحقيقه، عمري ما استعملت نوكيا ده خالص والله. عمري ما جبت تليفون
نوكيا ده ابدا. كنت بجيب سوني اريكسون، ودلوقتي لما طلعت البلاك بيري جبنا البلاك بيري، وبعد البلاك بيري معانا الايفونات دهيت 4 ومعرفش 4 اس وايه كده. تليفون معفن، لما يخلص الشحن بتاعه يرجع ينطق تاني مثلا بعد ساعتين. ده تو ماتش حقيقي. في دلوقتي في سامسونج خسرت 2 مليار، مطالبه انها تدفع مليار او حاجه لشركه ايفون لانها عملت محاكاه لتجربتهم. حاجه صعبه جدا، مش عارفين. انا بمشي ب3 تليفونات والله، عامل نمر 3 تليفونات. متهيألي الواحد بعد مع كتر التليفونات مثلا عايز يجيب ده وعايز يجيب ده، لان دي فيها ميزه دي مش موجوده. همشي مثلا معايا شنطه لدرجه جيوبي بتبوظ، بحط تليفون وبعدين فوقيه تليفون وبعدين فوقيه تليفون، وبقيت احط فوق يعني حاجه عجيبه جدا. ليه ما يعملوش تليفون موحد ويخلصونا تليفون كده يكون صغير خفيف، هو واحد بس تحطه والناس تتصلك. ما فيش بلا شك ما فيش غير الايفون بامانه. اولا سهل جدا، سهل وابن حلال وطيب، واللي عاملينه مصممينه يعني. البلاك بيري ده حاجه بنت كلب، حاجه بنت كلب كده، كومبليكيتد ومقرف. انما الثاني، وبعدين دلوقتي بقى فيه خدمات حلوه قوي في الايفون زي التانجو زي الفايبرو زي الواتساب يعني، وزي برضك عليه السكايب. يعني في ناس بتدخل عندنا هنا على فكره قاعدين معانا من خلال الايفون بيتكلموا معانا وكده. الاندر ويد افضل يا دكتور؟ ايه الاندر؟ اندرويد انا ما اعرفوش دهوت، اندرويد ما اعرفوش، اندرويد دهوت انا تعبت من كتر ملاحقه التكنولوجيا. اصل انت النهارده انت بقيت تلهس يعني، عارف ازاي؟ هذا المجتمع الاستهلاكي وهذا المجتمع الانتاجي في المقابل بيخليك تلهس. كل يوم بيطلع لك حاجه، كل يوم حاجه. وبعدين اللي عايشين هنا في اوروبا مش زي مصر. يعني مصر عارف انت بيغزل برجله حماره، مثلا يجيب تليفون يقعد معاه 100 سنه ويشغله لك بحته عظمه والله. يعني يحط لك تقول له مثلا ايه شغال وهو مكسر خالص، تلاقيه ملزقه مثلا، حاطط حته خشبه هنا، حاطط ما اعرفش حاجات كده اهوت. هنا في اوروبا ما فيش الكلام ده اهوت، ما فيش هنا كده. هنا كل يوم ما فيش ارخص عنده من الهاردوير، ارميه وروح يديك واحد تاني. هو المهم انه هو ربطك عنده بسكيم تاني، انك انت كل شهر بتدفع له مبلغ معين، هو ده اللي عايزه منك. فما يهموش التليفون لما تيجي تبص على الكومبوننت بتاعته في النهايه هتلاقي ثمنه $10. الكومبوننت ملوش قيمه طالما عملوا بالسكيل الرهيب ده 5 مليون ولا 20 مليون ولا 30 خلاص بقى الهاردوير ملوش قيمه بالنسبه له. ما تصدقوش هو ال1000 جنيه والبتاع، انت لو جيت بصيت فيه ولا في حاجه تساوي حتى 100 جنيه. ده شويه ترانزستور كده ولا لهم اي قيمه. هو بيكسب من السوفت وير والاشتراك والحاجات اللي زي كده، هي دي اللي بتكسبه فعلا. الهاردوير خلاص بتاع هو فقط واجهه بيحصل منها الفلوس. ايجيبت ربنا ينصر مصر، اكيد ربنا ينصر مصر. ينصرها بس على مين؟ انا عايز ينصرها على الاخوان المسلمين اللي احتلوها في الحقيقه، الاحتلال الغاشم للاخوان المسلمين. احترس من اشاعه هذه التليفون والله يا انا الجدع، انا حاطه فوق دماغي وتحت دماغي وبنام، وجنبيه يمكن 4-5 تليفونات عمالين يبثوا في اشاعات، لان بعد كده متهيألي هبقى ماشي في الشارع منور مثلا يعني، او ادخل مثلا في اي حته اعمل لهم كونفليكت وكده. فيسبوك ايه الكود الرهيب ده يا مر البورو اللي انت بعته ده؟ انا هبقى فعلا شخص فسفوري. بص انا ما بقتش مستغرب، الناس في عالمنا بتموت باسباب عجيبه. تخيل مثلا واحد يقول لك مات فلان، مات ليه مثلا؟ الناس زمان مثلا يقول لك ايه، ضربته عربيه كارو، داسه حصان. النهارده يقول لك